هلا متابعين، شلونكم حبايب قلب الغالين؟ ان شاء الله كلكم بخير. اليوم راح اسوي لكم طبق سباكيتي جنن. وهاي صدور دجاج تنسلق على النار. هنا أنا صدر الدجاج عندي قطعته وغسلته وخليته على النار. وهنا أنا عندي بالجدرية هذه مي وشوية ملح وشوية زيت. وهنا أنا عندي طماطة وثوم ومعجون وفلفل حلو يعني بارد وكرفس وبصل. وهنا أنا قاعدة أشرب نسكافيه. وهنا حبايبي بعد أن سلقت صدر الدجاج وسلقت الاسباجيتي، هنا أنا حمست ثوم بالزيت. طبعا هاي الأكلة طلبتها من عندي أحد المتابعات، وحتى يمكن زعلت عليه لأن طلبتها أكثر من مرة، كتبت لي بالتعليقات. هنا أنا حمست الثوم بالزيت وبعدين البصل. وهنا أنا نزلت الفلفل، فلفلة يعني حبة صغيرة، وإذا حابين أكثر خلوا أكثر. وهنا أنا نزلت صدور الدجاج اللي أني سالقتها بمي وشوية ملح. راح أحمسهم مع البصل والثوم والفلفل. حمسهم، وبعد أن حمستهم راح أضيف لهم التوابل، بابريكا وفلفل أسود وكمون وشوية كاري. وهذا هو. هنا أنا دا أحمس، طلعت الريحة كلش طيبة. طبعا هاي سويتها للعشاء وكانت عشوة جدا لذيذة. حمست البهارات وبعدين ضفت حبة طماطة كبيرة، طماطية ثرمتها ناعم بهالشكل هذا، وراح أحمسها ويا بقية المكونات. وهنا أنا بس استوت حبة الطماطة عندي، نزلت خاشوقة معجون كبيرة. راح أحمسها ويا هاي المكونات اللي شفتوها. وإذا حابين أكثر تزيدون المعجون اللي هي صلصة الطماطة. وهنا أنا رشة ملح قليل، لأن عندي صدور الدجاج والسباكيتي بيهم ملح. هنا أنا فورت مي، هنا أنا مي مغلي ضفته حتى تكون عندي صلصة، وبس تفور الصلصة راح أنزل عليها السباكيتي اللي أنا سالكته مثل ما شفتوا. راح أتركهم فد دقيقتين وأنزل عليهم السباكيتي. هنا أنا فارت الصلصة عندي حمت يعني، ونزلت السباكيتي. راح أقلبه حتى ياخذ أو يشبع بالصلصة وبقية المكونات اللي شفتوها كلها. هنا أنا قلبته تقليب كل زين. طبعا هو لونه كلش أحمر من الصلصة من المعجون والطماطة، لكن هو مبين بالتصوير شوية يعني كأنما أبيض السباكيتي. هنا أنا كملت الطريقة عندي، ضفت له شوية كرفس أو معدنوس إذا حابين. همات يعني قيمة غذائية ونكهة وشكل حلو. كملت هنا الطبخة عندنا، راح أغطيها وأتركها على نار هادئة لمدة يعني تقريب دقيقتين 3 أو 5 دقائق إذا حابين. تتسبك عندي الأكلة. وهنا حبايبي أصبح عندي أطيب وأشهى وأجمل طبق سباكيتي بالدجاج وبالخضار. وهذا اللي طلبته مني متابعتي الغالية، وإن شاء الله يكون يعجبها. وبس تكتب لي بالتعليق راح أثبت تعليقها، وأنا آسفة لأن تأخرت عليها. ما أقول لكم طبعا طعمه كان كلش طيب، هواية طيب. ولا تنسون اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. مع السلامة.